طبعا كلنا عارفين ان العيد مش فاضل عليه كتير، وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب العيد الجاي نكون اغنى شوية. المهم انا لسه مخالص امتحانات والمحفظة بتاعتي عليها فلوس اصلا، فما كانش فيه غير ست الكل اللي تنقذني من الافلاس. وربنا يسامحك يلي خليت الامهات تخش السوشيال ميديا وتعرف ألاعبنا وقصف الجبهات. رحت بقالي امي وطلبت منها 2000 جنيه علشان اجيب هدوم للعيد، وقلت المس عندها حتة حنان الامومة والعب على الوتر الحساس. فقلت لها يا ريت تديني الفلوس دي علشان نفسيتي بايظة بسبب الامتحانات. لقيتها بتقولي انا اصلا مستنية تخلص بفارغ الصبر علشان اطردك من البيت وبعدها هأجر الأوضة بتاعتك. اتصدمت من الرد بصراحة وقلت لازم استخدم الكارت اللي بيضعف اي فقلت لها استحمليني شوية يا ماما، اهو كلها كام شهر وهخش الجيش، واحتمال تستريحي مني خالص واموت هناك وتخلصي مني. لقيت قلبها رق وقالت لي بعد الشر عليك يا حبيبي، بس انا مطمنة انك مش هتدخل الجيش. فاستغربت وسألتها ليه، لقيتها بتقولي علشان الجيش ما بياخدش غير الرجالة، روح العب غيرها يلا. فضلت ساكت وباصص لها وانا مصدوم، ومبقتش عارف ارد كرامتي اللي اتمرمتت في الارض.